الزمالك وشباب بلوزداد وافتتاح الزمالك لمشوار افريقيا في دور المجموعات باول مباراه على ارضنا ووسط جمهورنا. فمش محتاج اقول لك بقى من البدايه ان لازم نكسب. المكسب يا زمالك ولا بديل عن المكسب عشان لصالح الجمهور، فان شاء الله الزمالك يكسب. قولوا امين. شباب بلوزداد هو اللي مستحوذ على الكرة في اول 10 دقايق. يعني انا كان نفسي الزمالك هو اللي ينزل فارض شخصيته من البدايه، ولكن شباب بلوزداد هو اللي اكثر سيطره على الكرة. ولكن العبره بالخواتيم والعبره باللي بيسجل. مش مهم الكرة، المهم ان الزمالك يسجل. وزي ما قلت المهم الانتصار الاول في دور المجموعات لنادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا. كل الناس بتقول يا رب. ضربه حره مباشره للزمالك على حدود ال 18 واحمد سيد زيزو. يا رب يا رب يا زيزو يا رب من البدايه. يلا. اوه حلوه يا زيزو، حلوه يا زيزو، حلوه يا زيزو. اول تهديد لنادي الزمالك على بعد مرور ربع ساعه الزمالك بدا يدخل في اجواء المباراه، واتوقع الزمالك دلوقتي انه ممكن يسجل. ما تسالنيش ازاي، بس الزمالك قريب جدا من التسجيل، لان لعيبه الزمالك بدات واحده واحده كده تدخل في اجواء المباراه. حتى الشوالي لسه بيقول لك انه زمالك الدوري المحلي غير زمالك افريقيا. يا رب بقى الزمالك يعني يسمع كلامهم ويسجل. ويلا يا سيف، يلا يا عمر، يلا يا عمر، يلا يا عمر. ضربه ركنيه حلوه حلوه. لسه بقول لك ايه، لسه بقول لك اتوقع ان الزمالك ممكن دلوقتي يسجل. وبالفعل بيرد عليا عمر جابر بتصويبه، ولكن يعني مش احسن حاجه، ولكن ضربه ركنيه. ضربه ركنيه للزمالك والدقيقه 17. يا رب بقى الكره الثابته الثانيه الزمالك يستغلها. حسام عبد المجيد بقى، محمد طارق، دونجا. المهم ان الزمالك يسجل. قول يا رب الزمالك يسجل. يلا يا رجاله، يلا يا رجاله، بسم الله. زيزو على التنفيذ طبعا. زيزو اطول من اللازم قوي، اطول من اللازم قوي. ليه كده؟ بس ان شاء الله جايه، ان شاء الله جايه. حلوه، اقطع من هنا. برافو عليك يا فتوح. حلوه قوي. يلا بقى. مفيش حد في ال 18. احنا بنلعب عرضيات حلوه، بس مفيش حد جوه يستغلها يا جماعه. اخر دقيقه في الشوط الاول ولسه التعادل السلبي. لو الزمالك يسجل دلوقتي. يلا يا سيف. يا شباب العبوا على الجون يا شباب. يا شباب الاستحواذ اللي في وسط الملعب ده مش هيكسب الزمالك خالص. انت لازم تلعب في الخط الامامي لشباب بلوزداد. هم مقفلين، بس انت لازم تطلع، لازم تشوف حلول. لازم يكون اللعيبه عندها جرأة ان هي تروح. حلوه يا طارق، حلوه يا طارق. لا، بيضغطوا على لاعب اللي حامل الكرة بثلاثه، بيعملوا عليه مثلث. واحد بيضغط ضغط مباشر. استر يا رب ده على اليمين. ولا لا، ولا لا. حلوه يا عواد. يلا بقى بسرعه، يلا بقى يا سيد، بسرعه يا سيد، بسرعه يا سيد. هناك عند زيزو. يلا يا اللي قدام يا عمرو، يا سيسي اللي قدام يا عمرو بسرعه. يلا بقى يا رجاله. هدف دلوقتي هيريحنا في الشوط الثاني وهيسهل المباراه علينا. يلا يا زيزو، يلا يا زيزو، يلا يا سيف. الركنيه الثالثه من نفس الكوره بين زيزو وسيف الدين الجزيري. لو الزمالك عنده مهاجم يخلص. لو الزمالك عنده مهاجم يخلص. اخر دقيقه يعني خلاص الوقت الاصلي للشوط الاول انتهى. 45 دقيقه والحكم احتسب دقيقه واحده وقت بدل ضايع. انا متوتر. يا رب تبقى جون دي. وضربه ركنيه للزمالك. يلا بقى يا حسام، يلا بقى يا رجاله. يلا يا زيزو تاني. طلع ايوالا الجناح الشمال لشباب بلوزداد. خلاص اعتقد الحكم هيصفر الدقيقه. خلاص بنلعب في دقيقه 8 في الثانيه 48 للدقيقه المحتسبه كوقت بدل ضائع. الحمد لله. الشوط الاول تقريبا كده انتهى تعادل سلبي. يلا يا عمر. انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي ما بين الزمالك وشباب بلوزداد. واتمنى الزمالك يركز اكتر في الضغط على لعيبه شباب بلوزداد، سواء في الخط النص او في الخط الخلفي. والله تقدر تغلطهم، وتقدر انك تستفيد بالكره الثانيه، وتقدر انك من خلالها تسجل. شوط اول سلبي، لكن ان شاء الله الشوط الثاني يكون ايجابي للزمالك، ويقدر الزمالك يسجل ويخطف اول 3 نقاط في المجموعه. قولوا يا رب.
بداية الشوط الثاني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد، ولسه التعادل السلبي، بس ان شاء الله نقدر نسجل في اول ربع ساعة عشان نسهل المباراة على نفسنا، لانه خد بالك الزمالك لو ما سجلش في اول ربع ساعة في الشوط الثاني المباراة هتهرب من الزمالك، وقتها ممكن يكون في سيناريو تاني انا خايف منه وخايف اقوله لك، بس اكيد انت عارفه. بس قول بقى يا رب دلوقتي ان الزمالك يتقدم والزمالك يبدأ بالتسجيل عشان يسهل المباراة على نفسنا، وباذن الله الفوز للزمالك. طول ما النتيجه تعادل سلبي انا مطمن ان الزمالك ممكن يسجل هدف، لان الهدف بيجي في ثانيه، لكن دفاع الزمالك عليه دور كبير في ان النتيجه تفضل تعادل سلبي، لانه لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لو الزمالك تاخر بهدف هنبقى بنصعبها على نفسنا قوي قوي قوي. فعلشان كده زي ما هجوم الزمالك عليه دور، دفاع الزمالك دلوقتي عليه دور مهم، انه تبقى النتيجه زي ما هي تعادل سلبي، وقتها بقى الجول ممكن يجي في ثانيه للزمالك حتى لو في اخر دقيقه. والله لسه بقول الشوالي بيقول لك ان النتيجه معلقه حتى الوقت بدل الضائع، لانه لسه هنلعب في الدقيقه 53 والتعادل السلبي، والفرقتين خايفين يخسروا لانها مباراه ب6 نقط خطيره دي لشباب بلوزداد، خطيره دي لشباب بلوزداد. اضغطوا يا رجاله، اضغط يا عمر، اضغط يا عمر برجوله يا عمر، شو حلوه يا عمر، والله ما فيها حاجه يا كابتن. حلوه يا زيزو، حلوه يا زيزو، مرتده، يلا يا عمر، يلا يا عمر، هناك يا عمر، هناك يا عمر، حلوه يا عمر، يا نهار ابيض. مش ممكن ما قدر اولاد الزمالك، كوره ضاعت ضمن حسام عبد المجيد وصل متاخر مع السيف الجزيري. الزمالك كان ممكن يسجل من المرتده ومن الضغط اللي قلت عليه. استر بقى يا رب ما تتردش علينا، يا رب ما تتردش علينا. حسام، حسام اللي جاي ده اليمين فاضي، اليمين فاضي، ربنا يستر. ضربة جزاء، ضربة جزاء على الزمالك، ضربة جزاء على ايه؟ ثانية واحدة بس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ضربة جزاء على الزمالك بسبب لمسة يد على دونجا الدقيقة 55. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يسامحك يا دونجا. عواد يعملها، عواد يعملها، عواد يعملها. عواد انت لو عملتها اقسم بالله يعني مش عارف اقول لك ايه. يا رب يا عواد، يا رب يا عواد، يعني يا رب يا عواد يكرمك، لان لو اتاخرنا بهدف بنصعبها على نفسنا قوي، هنبقى بنجري ورا هدفين ما بنجريش ورا هدف واحد. يلا يا عواد، يلا يا عواد، انا قلبي هيقف يا عواد اقسم بالله. يلا يا عواد، يا رب تضيع، يا رب، يا رب تصد يا عواد، يا رب، يا رب، يا رب. الهدف الاول لشباب بلوزداد. لا حول ولا قوة الا بالله. شباب بلوزداد بيتقدم على الزمالك من ضربة جزاء، يعني لسه بقول ان النتيجة طالما هي تعادل سلبي هتقدر ان انت ممكن تسجل في اي لحظة، وبقول يا دفاع الزمالك خدوا بالكم. فيقوم الزمالك عامل ايه بقى؟ يقوم الزمالك متأخر بضربة جزاء وبهدف امام شباب بلوزداد على ارضنا، بنصعبها على نفسنا، يعني انا مش عارف اقول ايه. للاسف بنصعبها على نفسنا من البدايه، يعني سيناريو الموسم الماضي والقبل الماضي بيتكرر هو بنتاخر على ارضنا قدام خصم مباشر لينا في دور المجموعات شباب بلوزداد. شباب بلوزداد بيتقدم على الزمالك بالهدف الاول من ركله جزاء بعد ما لمست الكره ايد نبيل عماد دونجا، واحتسب حكم المباراه بدون تردد ركله جزاء لصالح شباب بلوزداد. 60 دقيقة دلوقتي اعتقد، 60 دقيقة لا 58 دقيقة، 58 دقيقة والمباراة بتتصعب جدا 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 على الزمالك. ويا رب يا رب نقدر ان احنا نعوض، على الاقل لو ما فزناش ما نخسرش، على الاقل لو ما فزناش ما نخسرش. المفروض بقى بعد ما الزمالك يتاخر يضغط بقى دلوقتي الزمالك، ويبقى في تغييرات بقى، ينزل بقى ابراهيم نضاي وتسحب مثلا عمر جابر وتنزل سيد نيمار مكان عمر جابر وتستفيد بنضاي وينج ليفت، لان الزمالك مش هينفع المباراه تنتهي كده خالص. يعني على الاقل لو الزمالك ما كسبش ما يخسرش، ما تديش افضليه لشباب بلوزداد من على ارضك ووسط جمهورك. حلوه يا عمر، حلوه يا سيف، حلوه يا زيزو. حارس المرمى بيصد كرة خطرة جدا هيقع. لاعب شمال افريقيا بدأ خلاص، لاعب شمال افريقيا بدأ. شباب بلوزداد بعد ما تقدم بهدف ولسه الزمالك رايح والحارس صد كرة وقع وقعد ومسك رجليه، والنص ساعة اللي باقية لو لعبت فيها 5 دقايق تبوس ايدك وش وضهر. يلا يا سيسي، يلا يا عمر، يلا يا رجالة،
يا رجاله التمريرات العرضيه دي ملهاش لازمه يا رجاله، العبوا العبوا. حلوه يا يوسف يا اسامه يا نبيه، اقسم بالله. يلا يا عمر. احنا عمالين نعرض بقى، بنعرض لمين بقى؟ الحارس هيقع تاني ويمسك الكرة تاني ويقول لك بقى انزل الجهاز الطبي تاني والاصابه بتتجدد وخلاص. لعب شمال افريقيا بقى، مش هتعرف ان انت تلعب كرة اصلا. بمجرد ما هو اتقدم عليك خلاص وكسب الثلاث نقط، خلاص بقى حارس المرمى يفضل كل 3 دقايق يقع له نص ساعه. تضييع الوقت برضه، يعني لاعب في وسط الملعب من شباب بلوزداد قعد بقى والجهاز الطبي برضه نازل والحكم بيطلب العربيه. اسوأ لعب ممكن تلعبه في حياتك انك تلاعب فرقه من فرق شمال افريقيا. اقسم بالله فرق شمال افريقيا تكرهك في اللعب، اقسم بالله فعلا مفيش كده. اللعب ده انتهى من زمان، انتهى مثلا من 50 سنه فاتت وهم لسه بيلعبوه دلوقتي. إصابة عمر جابر ونزول رؤى كملت، يعني إصابة عمر جابر ونزول رؤى وربنا يستر. اللاعب بيشوط وعواد مش بيترمي عشان بس لازم يترمي والكرة بتطلع بره. انا مش فاهم والله العظيم، مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. حرام عليكم بقى والله العظيم، حرام عليكم. استرجلوا شويه بقى، استرجلوا شويه. 75 دقيقة وتقدم شباب بلوزداد على الزمالك 1-0، ولعيبة الزمالك بقى ايه تايهة في الملعب خلاص، ما تفهمش في الوقت اللي المفروض فيه ان احنا يعني نتعادل. مش عايزك تكسب يا عم بس اتعادل ما تخسرش اول مباراة وتدي افضلية لشباب بلوزداد. لا احنا متأخرين في النتيجة والله العظيم، اللعيبة تايهة. بص عم السيسي بيعمل ايه، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا رب صبرنا يا رب. كان هيبقى التاني. عواد انقذ الزمالك من الهدف التاني. يعني شباب بلوزداد دلوقتي هو اللي بيهاجمنا. انت متخيل لعيبه الزمالك بتعمل ايه؟ عواد اقسم بالله بينقذ الزمالك من الهدف الثاني حرفيا. كانت تبقى 2-0 خلصت خلاص، الدقيقه 80 خلصت خلاص 2-0. ما ينفعش شباب بلوزداد يكسب الزمالك على ارضه وهو خصم مباشر ليك اصلا. انت كده خلاص، انت مش بس بتخسر، انت بتصعد شباب بلوزداد عليك. لازمتها ايه دي ترجع لعبد الغني؟ ما كانت اتلعبت على طول للسيسي. لا وعبد الغني يرجعها لرؤى، ورؤى يرجعها لدونجا، ودونجا يرجعها لعبد الغني تاني. جدعان ردة فعل، بس ردة فعل، مش يعني احس ان انتوا عملتوا ردة فعل. يعني اخر خمس دقايق وشباب بلوزداد هو اللي بيهاجم الزمالك، هو اللي بيضغط الزمالك، هو اللي مستحوذ على الكوره، وهو اللي متقدم على ارضك ووسط جمهورك. شويه رجوله يا لعيبه الزمالك، شويه نخوه. حرام عليكم اقسم بالله، جمهور الزمالك تعب والله العظيم. حسوا على دمكم شويه، يعني ردة فعل بس حسسني ان انت بتعمل اللي عليك. يعني احنا بعاد قوي اقسم بالله. عواد بيضيع وقت، عواد حارس نادي الزمالك والزمالك متاخر وباقي دقيقتين بيضيع وقت. يعني حتى لو اللاعب لمسك وحتى لو اللاعب خبط فيك قوم بقى خلاص، مفيش وقت اصلا انك تعمل كده، مش لمصلحتنا اصلا ان انت تعمل كده. خلاص يا جدعان والله العظيم خلاص، اقسم بالله تعبنا. جو لا يا دونجا، لا يا دونجا. انا قلت جون. لا يا جدعان، لا والله دي ما تضيعش، يلا يا رجاله، التعادل على الاقل يا رجاله. يا رب. حارس المرمى مسك وهيقعد يضيع الدقيقتين وانتهت على كده المباراه وشكرا. وشباب بلوزداد يا باشا بيكسب الزمالك على ارضه وسط جمهوره، لاننا ما عندناش لعيبه رجاله، ما عندناش لعيبه عارفه يعني ايه قيمه تيشيرت نادي الزمالك. تيشيرت نادي الزمالك ده اللعيبه مش عارفه قيمته، عشان كده بنخسر على ارضنا في افتتاح مشوار دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. عيب والله العظيم، عيب على لعيبه الزمالك، عيب على لعيبه نادي الزمالك كده اقسم بالله. طب التعادل، طيب اخر كرة، يلا التعادل يا زيزو، التعادل. ما بقولكوش اكسبوا خلاص، طموحنا بقى ان انتوا تتعادلوا بس، ما نخسرش على ارضنا والله حرام. عواد اتصاب وبيلعب الكرة بايد واحدة. يعني الماتش اللي جاي كده ممكن تلاقي محمد صبحي بقى في حراسة المرمى. برشا منازعات مفروضة وبرشا مؤاخذات على اداء يتسم بالسلبية. ماتش بينتهي والزمالك بيفتتح مشواره في دوري ابطال افريقيا بالخساره على ارضنا ووسط جمهورنا من شباب بلوزداد 1-0.
انا ما عنديش كلام اقوله غير ان لعيبه الزمالك لازم تسترجل. خلاص يعني خلاص بجد الجمهور، يعني احذروا غضبة الجمهور. الجمهور لو فضلتوا مكملين على كده والله العظيم والله العظيم صعدوا الناشئين وسرحوا اللعيبه دي، لان مفيش لعيب عارف قيمه تيشيرت نادي الزمالك. نفتتح مشوارنا في افريقيا بعد انتكاسات الدوري وبعد الخروج من الكاس وبعد خساره السوبر من الاهلي بالخساره من شباب بلوزداد على ارضنا ووسط جمهورنا. حرام والله العظيم حرام. ما عنديش كلام اقوله، يعني ما عنديش كلام اقوله. كان عندي النهارده امل ضعيف، يعني كان امل ضعيف ان انتوا تعملوا حاجه، ان انتوا النهارده تصالحوا الجمهور بالفوز على شباب بلوزداد، لكن من النهايه كده بنرمي الفوطه وشباب بلوزداد بيفوز على الزمالك 1-0.